حياكم الله. السائل من السودان، استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له هذا السؤال، يقول: كيف يكون القرآن حجة على حامله مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن كتاب الله عز وجل، أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وجعل سماعه حجة ملزمة، فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. فمن سمع كلام الله وهو يعرف اللغة العربية فقد قامت عليه الحجة. وإذا قامت عليه الحجة فإما أن يقوم بموجبها وما تقتضيه هذه الحجة، وإما أن يخالف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وعلى من قرأ القرآن إذا لم يفهم معناه أن يتفهمه من أهل العلم، لأن الله لم ينزل الكتاب العزيز لمجرد تلاوته، بل لتدبره والعمل به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن الكريم إلا قليلا، فتجد أكثر المسلمين يقرؤون القرآن تعبدا بتلاوته واحتسابا لأجله، لا يتدبرونه ولا يتأملونه ولا يسألون عن معناه، فهم والأميون على حد سواء. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم لا يظنون. فجعل الله تعالى الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا أي إلا قراءة، جعلهم أميين. فعلى المرء أن يتدبر معاني كتاب الله وأن يتعظ بما فيها حتى يكون القرآن حجة له لا عليه.